قول لي بصراحه، هتصوم يوم عرفه ولا لا؟ شكلك ما تعرفش ربنا سبحانه وتعالى هيعمل لك ايه لو صمت بس يوم عرفه، لانك انت لو كنت تعرف ربنا هيعمل لك ايه لو صمت يوم عرفه كنت صمت يوم عرفه ده وش. طب ما تخليني اقول لك كده الاول، ربنا هيعمل لك ايه لو صمت بس يوم عرفه، وبعد كده قرر انت يا باشا هتصوم ولا لا. الصحابه هيسالوا سيدنا محمد السؤال اللي انت عاوز تعرفه، يا رسول الله اللي بيصوم يوم عرفه ايه اللي ربنا بيعمل له ايه؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم يكفر السنه الماضيه والسنه التي بعدها. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كمان بيقول في حديث صيام يوم عرفه احتسب على الله ان يكفر السنه الماضيه والسنه التي بعدها. يعني سيدنا محمد عاوز يقول لك صوم يوم عرفه. طب ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يسامحك على كل الحاجات الحرام ويغفر لك كل ذنوبك اللي انت عملتها السنه اللي فاتت دي كلها، وكمان ومش كده بس، لا ده كمان هيغفر لك كل ذنوبك السنه اللي جايه اللي انت اصلا ما عشتهاش. فمن الاخر احنا اصحاب ذنوب، بنعمل حاجات حرام كتيره وبنعمل ذنوب كتيره، فبجد اوعى تفوت الكنز ده. ربنا سبحانه وتعالى يكون مدي لك كنز كبير قوي تصوم اقل من نص يوم وصدق يغفر لك كل ذنوبك سنتين، سنه فاتت وسنه كمان جايه. فها قررت تعمل ايه بعد كل اللي انا قلته لك ده؟ هتصوم يوم عرفه ولا لا؟ اكيد بعد اللي سمعته ده نويت دلوقتي انك انت هتصوم يوم عرفه. واهم حاجه ما تنساش انك انت تكون سبب ان حد تاني يشوف الفيديو ده، لان كل واحد هيشوف الفيديو سببك وهيصوم انت هتاخد الاجر والثواب اللي هو هياخده لما هيصوم. فانت متخيل بقى كميه الاجر والحسنات اللي انت هتاخدها بسبب انك انت خليك سبب ان حد تاني يشوف الفيديو ده. كل سنه وانت طيب يا حبيبي، وزي ما انت عارف طبعا انا عموره اللايف كوتش بتاعك.